نقول اما فريق تحب باينه اذا كنت اكهرب وتعرف البار تقول لي البارسا ولا الاسي ميلان، واذا كنت من المتابعين كره جدد واش تقول لي الريال فريق اسطوري بان الكلمه خوتي. ماشي زعما كان نحب البارسا ونقول لكم بلي الريال عيان، الريال هايله، بصح لو كنتش تفهموا بالو نقول لكم بلي الريال هايله، انا ثاني نقول لكم بلي الريال هايله. بصح الفريق اللي تحبوه انتوما الريال تاسس من غلطه اداريه، سما هذيك الغلطه الاداريه اساس الاسطوره الملكيه. وي خاوتي واش راكم عاود وليت خاوتي باش نقولوش ولا نقولوش بيان هذا اليوم قصه غريبه يا غير شد روحك مليح، لاني اليوم القصه على فريق الريال مدريد اللي نحكي لكم اليوم من اغرب من الخيال. يا ودي تحيه انت وتحكي كيف هذه اسونسيال. نحكوا على واحد من اكبر الفرق في اوروبا وفي العالم كاع يا واللي هو ريال مدريد. وصدقني لو كان نقول لك بلي هذا الفريق اسس من غلطه بسيطه في الاجراءات تقول علي كذاب وتقول علي عندي بحر في مخي، بصح كاينه منها. نرجع بك ل 1902 في العاصمه الاسبانيه تحديدا مدريد. كانوا كاينين مجموعه من الشباب اغلبهم طلاب جامعه معايا يا خوتي، ويحبوا بزاف البالون ويموتوا على البالون اللي كانت جديده نوعا ما. يا في ذلك الوقت خوتي شغل كانوا بزاف قالوا خوتي قالوا على ما نحلوش كلوب ولا نادي نلعبوا فيه، بالك نتنافسوا على الحكا، بالك الكلوب تاعنا يولوا يدخلوا في الاجانب. هما كيسموا الكلوب سموه مدريد فوتبول كلوب. كلش بدا عادي بدا رسمي، لكن خوتي في واحد النهار كي راحوا يسجلوا واحد فيهم في البلديه تاعهم باينه، كان يسجلوا واحد فيهم في البلديه بلاصه ما يكتبوا مدريد اف سي كتبوا ريال مدريد. وهنايا تبدا القصه الغريبه. الناس واش قالوا واش راح يدير هذا، واش دخل ريال في مدريد، واش دخلها كلمه الريال معناها الملكي معايا، استعمل فقط الفرق اللي تدعم من العائله الملكيه. تعرفوا كاينين بزاف خوتي، كاين ريال بيتيس، كاين ريال سوسيداد، كاين بزاف خوتي. وعلاش اغلبيه تلقاهم فيهم هذو الاسماء تلقاو فوقهم تاج. هيا هذاك هايك الريال نعرفوا قبل فريق ملكي منه ما كان عندهم حتى علاقه مع العائله الملكيه. هذه الغلطه خلات في الفريق يبان راقي في الاوراق، يبانوا فريق كلاس. بعتهم جات فرصه باش يقدموا طلب رسمي ملك اسبانيا باش يجي يدعمهم صح. والمفاجاه خنا خوتي الملك وافق، عطاهم الشرف الملكي وسمح لهم لقب ريال مدريد. ثم بدا الفريق يكبر شويه معها بداو يحملوا على كره مش غير في اسبانيا في العالم كله. داروا ملعب سانتياغو برنابيو اللي سموه على اسم رئيس الفريق. هذيك اللي بدا الفريق وبدا يجيب لاعبين كبار منهم اساطير كيما الفيردو دي ستافينو، بوشكاش، زيدان، كريستيانو، بنزيما في العصر الحديث ليسونسيال. والفريق ولا يربح حتى جاب 15 شامبيونز ليغ. وش نقول لكم كاع خوتي الريال هذه انا نربحهم اوفيسيال. خويا الريال سمحوا لنا خوتي زلقه خويا العزيز. اتخيل معايا بلي هذه الغلطه اللي صنعت المجد اللي هي اللي صنعتهم بلي يصدموا في المجد هذا يا من غلطه في الاسم. يا شوف كيف ربي يكتب لك حاجه كبيره. تخيل انت دوك تخيل ودي واش ندير لكم دوكا القول البارسا اخر من سمحوا لنا خوتي غلطه في اللسان. خلاصه القول قصه تاع الريال مدريد كلوب علمنا الحياة فيها فرص وتجي من حيث ما تدريش، من حيث لا تدري. شنو هذه حيث ما تدريش؟ غلطة بسيطة تخلي الناس يضحكوا وي تولي بسبب باش تدخل للتاريخ. إذا عندك حلم ودي حتى لو طريق بدا غامض وفي أخطاء كيما راك تقدر دير حاجة كبيرة كاع يا دير خويا العزيز دير أبوني وتحيا البارسا وفيسكا بارسا وتحيا نيمار ومستر بيست. انا اخر من مستر بيست وما تقول لي والو. ودوكا حاولتي وصلنا حتى لافتا فيديو جيسبر يكون عجبكم كاع. الله برك يكون عجبكم، الله برك يكون عجبك خويا العزيز. ماني دوكا خدني كان عندي بزاف ما نهضر مع الكاميرا ويتنتلع ثمية ويتنعرف نهضر. لا ودي